حضرتك أنا عندي 29 سنة. امم كنت عايشة في بيت أهلي، ووالدي شديد المعاملة شوية، بس ده ما منعنيش إن أنا لما أجي أتجوز أختار صح، لأن اختيار الصح هو اللي هيخلي حياتي الباقية أعيشها يا إما في نار يا إما في جنة. حلو قوي. الحمد لله ربنا كرمني واخترت صح، تمام. وعشت في جنة. امم اتخطبت 2 و3 أشهر، ومتجوزة دلوقتي بقالي 3 سنين. امم وبعد الجواز بحوالي سنة ونص ربنا كرمني وحملت وجبت بنت. امم المشكلة دلوقتي فيا أنا. ايه المشكلة بقى؟ هو حد كويس خالص خالص لدرجة لا تتخيليها. هو حد بيحترمني لدرجة إن هو بيبقى شايف إن الراجل اللي يمد إيده على الست ما يبقاش راجل. جميل. فين بقى المشكلة؟ المشكلة إن فيا أنا. ايوه، انت أنا مالك يعني؟ اتربيت فيكي فيها ايه؟ عقدة من بيت أهلي إن أنا عصبية شديدة عنيفة، صوتي عالي، متسرعة. يعني انت بتقابلي الاحسان باساءة، هو يبقى كويس وانت تتضايقي وتتعصبي وتعلي صوتك وتقولي له كلام يضايقه. وبيستحملني. امم بيستحملني لدرجة لا تتخيليها، بس لما بيفقد أعصابه برضه، رغم إن هو ما بيعرفش يسيطر على نفسه ولا يسيطر على على امم إن هو أي حد قدامه، ما بيعرفش يفرق، بس بيحاول يسيطر على نفسه قدامي. لأنه هو وعدني من ساعة ما اتجوزنا إن هو عمره ما هيهني، وعمره ما هيجي عليا، وعمره ما هيمد إيده عليا، وعمره ما يعني هيقف. احكي لي موقف، معلش. ايه اللي بيحصل اللي يخليكي تغضبي قوي احنا وتصوري ممكن كده؟ يبقى مناقشة عادية بسبب مثلا حاجة مختلفين فيها، امم النقاش يتحول لمشكلة بسببي أنا، صوتي يعلى، أتكلم بعصبية، ببقى عايزة أتكلم مش بسمع منه، فطبعا هو يعني بيبتدي إن هو يقول لي وطي صوتك، اه اتكلمي بالراحة، أنا الراجل وأنت الست، المفروض إن صوتك ما يعلاش. امم بتستجيبي ولا بتعلي صوتك اكتر؟ لا، أحيانا كده وأحيانا كده على حسب الموقف نفسه، ساعات ببقى متعصبة فصوتي بيعلى أكتر. امم فهو طبعا بيحاول يتفادى ان هو يمد ايده عليا، فممكن يعني يكسر اي حاجة قدامه ويخبط اي حاجة قدامه. امم انت بعدين يعني بتشوفيه. برضو رغم ان انا اللي ببقى غلطانة، امم بس عزة الناس بتاخدني احيانا، بروح ارجع واقول له معلش امم واعتذر، واحيانا ما عزة الناس بتبقى بتاخدني، هو بيبقى زعلان، صعبان عليا ان هو كده، امم لما بيزعل مني بيبقى في نفس الوقت زعلان عليا، طب انا عايزه اسالك سؤال. ما بيرضاش ياكل ولا يشرب لوحده. انت بتشوفي جوزك قوي ولا ضعيف؟ لا، جوزي قوي قدام الناس كلها، هو مش ضعيف ولا ضعيف لحد، بس هو عشان بيحبني ما بيحبش يجي عليا، امم وما بيحبش حد يجي عليا، لدرجة ان هو ممكن لو حد من اهله جه عليا ياخد لي حقي في نفس اللحظة اي يعني كان مين. يعني دي نقطه انت بتتحسب له ولا بتتحسب عليه؟ انه لا، بيحبك وشاري خاطرك. دي بتتحسب له طبعا. نحسبها له ولا نحسبها عليه؟ ليه طبعا. امم انا قلت لحضرتك في اول المكالمة ان هو كويس جدا لدرجة لا تتخيليها، وان المشكلة فيا انا والعيب عندي انا. امم بس انا دلوقتي مش عارفه اتحكم في نفسي، مش عارفه اسيطر على نفسي. انا حاليا بكلم حضرتك وفي خلاف قائم، امم في مشكله قائمه، انا اللي غلط هو اللي صح، مش امم غلط من عندنا وهو صح لحد دلوقتي، بس هو صعبان عليه نفسه ومش عايز يجي يتكلم، رغم ان احيانا بيجي ويعتذر في نفس اللحظه يقول لي معلش، بس انا ما يعني كلمه معلش مش بتعدي الموقف خلاص، عكسه هو لو انا قلت معلش حتى لو انا غلطانه هو بيعدي الموقف طيب عادي. جميل، طالما انت عارفه انك غلطانه ما بتروحيش ليه تعتذري؟ وده مش ضعف، دي منتهى القوه لما نغلط ونعترف بغلطنا ونعتذر عنه. هو يعني انا مش هقول لحضرتك كبر، لاني والله انا مش متكبره، وخصوصا معاه هو، بس هو انا صعبان عليا نفسي، من ايه؟ يعني صعبان عليا نفسي اني، يعني هو نفسي، فهو صعبان عليا وفي نفس الوقت عزة نفسي واخداني. بس ده يعني هو مش صعبان هنقدر عليا. بقى نسميه عزة نفس، ده نعم. كبر. ده مش عزة نفس. عزة ده النفس انت لازم تفرقي بين عزة النفس والكبر. عزة النفس تاخدنا لما يكون حد جاي علينا وجاي على كرامتنا، فعزة نفسنا تاخدنا ان انا مش هتذلل حد ومش هتعطي لحد.
لكن في فرق كبير بين عزة النفس والكبر. الكبر لما بكون غلطانة وكابر ومرضاش اعترف.